فأول تلكم الأسباب هو توحيد الله عز وجل وعبادة الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولما قام الصحابة رضي الله عنهم بهذا الأصل أتم قيام بتوحيد الله تبارك وتعالى وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم آمنوا في أوطانهم فكانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الراكب من صنعاء حتى أو المرأة الضعينة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله تبارك وتعالى. فلا يعتدي أحد على أحد، لأن الناس قد عرفوا دين الله عز وجل وعرفوا أداء الحقوق، عرفوا ما لهم وما عليهم، فانتظمت الحقوق واستوت الأمور وأمن الناس كل في مكانه